النهارده بقى عملت معاكم فطير شرقي. فطيرة كده محشية فراخ. تحفة تحفة تحفة. مش عشان انا اللي عاملاها، والله هي بجد فظيعة. بص كده بتعملي الشاورما عادي خالص زي ما هنشوف دلوقتي، وهي هتحشيها بقى في الفطير بالشكل الجميل ده، مورق وعامل زي الجلاش. ولا يعني مش فطيرة شرقي خالص يا جماعة، دي جلاش. بصوا الجمال، بصوا القطعة بالموتزاريلا بقى تحفة. القطعة منها بتشبع. فطير شرقي بالفراخ والموتزاريلا تحفة. تعالوا نشوف بقى عملنا ازاي. اول حاجة الفطير، جبت كيلو دقيق وحطيت عليه رشة ملح ومعلقتين كبار من السكر، وهنزل عليهم بالمية الدافية شوية شوية لحد ما تتكون عجينة عندي. بص بقى كده بحب ازود المية بالتدريج علشان محتاجش ان انا ازود دقيق والكمية تزيد مني يعني، فبحب استخدم المية على القد. بصوا كده نبتدي نزود المية بالشكل ده بالتدريج. والعجن ده برضو بيعمل لي عرق للفطير وبيخليه جميل. عجناها وعملت عجينة بالشكل ده. ادي وعجني بقى كده بقى، اي حاجة مضايقاكي طلعيها في الكيلو الدقيق ده، هتطلع بالجمال ده. ومعلقة زيت على الوش كده ندهن بيها الفطير ونسيبها ترتاح نص ساعة. يلا بينا بقى كده نتبل البانيه كويس علشان نعمله شاورما. بحب قبل ما اعمل الشاورما اتبل البانيه كاني هقليه او هشويه. جبت كده نص كيلو بانيه وقطعته رفيع، وتبلته بالبصل والليمون والخل والملح والفلفل والكزبره، وسبته في التتبيله. وهنا بقى كده الفطير خلاص عمل عرق معايا. جبت الصينيه دهنتها بالزيت، وبعد كده هجيب الفطيره وهجيب مكعب زبده. طلعته كده بقى في درجه حراره المطبخ، وهاخد كده قطعه منه. بس انا عايزه اوريكم بس الزبده يعني ايه، بقت لينه ولا هي متجمده ولا هي سايحه، يعني ايه ماسكه نفسها يا دوبك كده. هناخد بقى كده قطعه قطعه ونقوم عاملينها بالشكل ده على العجينه كلها. بصي بقى الجمال. وعايزه اقولك ان هي برضو كده بالنسبه لي كانت سايحه لان الجو حر قوي النهارده. فبعد ما لفيتها رول وفردت عليها الزبده كلها ولفيتها رول وقطعتها، شلتها في الفريزر ربع ساعه تمسك نفسها عشان اعرف اشتغل فيها، لان هي كانت ساحت قوي والزبده بقى هتقعد تطلع من العجين وهتضايقني يعني في الفرد. فقلت وعلى ايه، رحت ماسكاها حطاها في الفريزر ربع ساعه ورحت مطلعاها واشتغلت فيها على طول. بصوا كده دهنت الزبده كده بالشكل ده، وبعد كده هلفها رول. نلف بقى رول كده، ويفضل ان احنا كل ما نلف رول نشد عليها او نضغط عليها بالشكل ده. لفي 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 وبعد كده نقطع رول، تبقى حلوة قوي. بصوا بقى الجمال، عمل القطعة ديت. فرحت بقى واخداهم حطاهم في الفريزر. دي بقى الحشوة بتاعة الفطير الشرقي. جبت برضو مكعب زبدة ورحت حطاه على الجريل، وقطعت كده البانيه قطع صغيرة شاورما ورحت نازلة بيها في الجريل. ايه ده البانيه متبل. شوفي بقى الطعم بقى، شوفي الطعم والجمال بقى. البانيه متبل واخد طعم التتبيلة. وكمان هحط له بصلاية هبشر له بصلايه، وهقطع قرن فلفل رومي. عايزه تحطي زيتون، عايزه تحطي فلفل حامي، طماطم، كل حاجه في ايدك. اي حاجه عايزه تحشي بيها الفطير حطي. بس انا ما حبيتش احط طماطم علشان بتنزل ميه وكده، فالعجينه تلاقيه يعني الفطيره من جوه هتلاقيها ان هي عامله زي العجينه. فانا ما حبيتش الطماطم بقى في الفطير، يعني اكتفيت بالفلفل والبصل. والبصل كده كده هديله تشويحه محترمه كده مع الفراخ، هينزل الميه بتاعته كلها. بصوا كده بقى الجمال، تحفة. الريحة بقى كانت خاربة الدنيا لان البانيه متبل واخد تتبيلته كويس وجميل جدا. جبت بقى اول قطعة كده بعد ما طلعتها من الفريزر، بدأت ان انا افردها بالنشابة. بصوا بقى الزبدة ما خرجتش من العجينة وماسكة نفسها كده، ولا بقى ساحت ولا بهدلت الدنيا لان انا جمدتها في التلاجة، يعني مسكت نفسها شوية في الفريزر. هنفرد بقى كده ونجيب الزيت والسمنة بتوعنا. جبت معلقتين زيت على معلقتين سمنة، دول كده بس ايه هنورق بيهم بسيط خالص، لان كده كده الفطير بتاعنا متورق بالزبدة. فاحنا كده ايه هنحط بس تاتش بسيط خالص بالزيت والسمنة.
والتاتش ده بيفرق جدا في القرمشه بتاعه الفطير من بره وفي التوريق من جوه. انا ساعات بستبدل السمنه والزيت لو ما عنديش، بس ما بحسش ان انا عاملاه يعني بيرفكت، يعني عاملاه حلو بس مش ايه، مش زي اللي بالزيت والسمنه. فردت بقى كده اول فطيره اللي هي هتبقى ايه اللي من جوه خالص ديت، وحطيت بقى الشاورما، اتوصيت بقى شاورما على بصل على فلفل، وهنزل كمان عليها بشويه حلوين من الموتزاريلا. ما عندكيش موتزاريلا حطي جبنه رومي مبشوره، حطي جبنه براميلي اسطنبولي، والله ما في حاجه هتقولك لا. وتقومي قافله بقى. بصوا بقى الفطير عامل ازاي، ما شاء الله تحفه. تشدي كده ولا بيتقطع ولا اي حاجه، وحتى لو اتقطع كله بندويه. بصوا كده الفطيره ما شاء الله ماسكه نفسها. بس دي طبعا اول فطيره، انا عايزه اقولك ان انا هدخل كذا فطيره جوه بعض عشان احتفظ بالحشوه بتاعتي وما يحصلهاش حاجه. نفرد برضو كده، دي فردناها واديتها مسحه سمنه على زيت، وبعد كده هحط الفطيره اللي احنا عملناها من جوه وهطبق عليها. سهلة جدا 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 وسريعة وحلوة في الحر اللي احنا فيه ده. الواحد مش قادر ياكل طبيخ ولا ياكل حاجة متحمرة مليانة دهون. هي الفطير والبيتزا اليومين الحر دول. حتى تلاحظوا امبارح عملت بيتزا والنهاردة عملت فطير. يعني انا عايزة اقضيها في الحر ده معجنات، لان انا مش هستحمل اعمل طبيخ بصراحة. هنقفل كده الفطيرة بالشكل ده، وعملت واحدة تالتة كمان بقى عشان نعمل فطيرة كبيرة، عشان نعمل فطيرة شرقي كده كبيرة محترمة العيلة كلها تاكلها. كنت عايزة اعمل ميكس جبن كمان، بس بقى قلت اعمل 2 شاورما. دي هنا بقى خلاص بعمل السادة. دي كده السادة. عملت شرقي وعملت فطير سادة كمان عشان بقى ناكله بالجبنة والعسل. عايزة اقولك لما بعمل الفطير ده بيبقى يعني عشاء وفطار او غدا وعشاء. هو النهاردة ده غدانا بقى، مفيش اوفر من كده ولا اسهل من كده. بص الجمال، بربع كيلو بانيه تقدري تعملي فطيرتين كبار مشلتتين ومليانين بقى ايه فراخ. بص الفطير بعد ما طلع ده كده الفطير السادة. عملت 3 سادة و2 فراخ. بصوا الاتنين الفراخ ما شاء الله الفراخ بتتكلم، وريحتها بقى ايه، ريحتها كانت جميلة قوي. ده كده الفطير السادة. ده الفطير السادة. بصوا بقى اللون والكريسبي بقى. والفطير الشرقي شفناه في اول الفيديو مليان فراخ وموتزاريلا والقطعة منه تشبع. عايزة تحطي على الوش كمان في الفطير الشرقي، عايزة تحطي على الوش موتزاريلا بيبقى جميل قوي.